في زمن كانت مصر فيه منقسمة، والنيل يبكي تحت وطأة الغزاة الهكسوس، ظهرت الملكة إياحتب، امرأة مصرية أصيلة، كانت أمًا وزوجة ومحاربة في آن واحد. كانت زوجة الملك سقنرع الذي بدأ الحرب ضد الهكسوس، لكنها لم تكن فقط ملكة تقف في الخلف، بل كانت تشاركه الرأي والمشورة وتقف بجانبه في كل قرار. وبعد استشهاد زوجها في المعركة لم تنهر، بل وقفت شامخة وقالت لابنها: لا تتراجع، فمصر تنتظر منا النصر. قادت ابنها كامس ليكمل المعركة، ولكنه أيضا استشهد، فبكت عليه كأم، ثم مسحت دموعها ووقفت على قدميها لتدفع بابنها الثاني أحمس لقيادة الجيوش. كانت إياحتب رمزا للصبر والثبات، وكانت تتنقل بين القرى تحفز الناس وترسل الرسائل للجنود وتقود الحملات من بعيد وتدعو إلى الوحدة والتحرر. وبفضل شجاعتها وحكمتها استطاع أحمس أن يطرد الهكسوس بالكامل ويعيد لمصر كرامتها. حتى بعد النصر كرمت الملكة إياحتب بأوسمة الشجاعة، وعثر في قبرها على قلادة عسكرية نادرة تدل على مشاركتها الفعلية في قيادة الجيوش. كانت امرأة ذات ملامح مصرية واضحة، بشرة فاتحة، وعيون حادة تعكس قوة شخصية، وهيبة ملوكية جعلت منها أمًا لأسرة حررت وطنها.